السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هعمل إيه معاكم؟ هعمل كشري، أكلة كشري كده خفيفة وبسيطة بدون رز ولا أي حاجة. بصي معانا نوعين مكرونة جلم، والمكرونة دي طبعا من الطويلة، وادي الصلصة بتاعتنا، وادي العدس أبو جبة، تمام، والحمص، وادي الشعرية على النار. كل ده يعني بص أكلة الكشري نفسها مش هتاخد معايا حتى ربع ساعة بالظبط. تمام، ادي المكرونة دي لسه طبعا ما غلتش، والعدس بجيب النار طفت، مش عارفة ليه. بسم الله، بولع طفت تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هعمل انا ديني كده، عملت البصل انتوا شايفينه مقطعاه كده بالطريقه دي، طبعا مقطعه البصل شرايح صغيره خالص. هعمل ايه عشان البصل يبقى حلو معانا بتاع الكشري؟ معانا حبه ملح، مفيش غيرها، وهنفضل نقلب فيها كده زي ما انتوا شايفين كده بنفس الطريقه. طبعا حط الزيت على النار بيسخن اهو، هو ده بتاع الكشري بتاع المحلات بره. وهروح اجليه بقى، انا حاطه زي ما قلت لكم كده، انا حاطه الزيت على النار بس كده، ولا تحطوا نشا ولا تحطوا تجيب ولا اي حاجه خالص. تمام، انا قطعته بالسكينه العادي، ماشي اهي، حتى لسه فيها البصل. تمام، واللي عنده مبشره عادي يعمل بالمبشره، اللي عنده نظام كبه كده تقطع شرايح يعمل عادي، الموجود عنده يعمل. انا عندي مبشره وعندي الكبه بس ما عملتش، يعني افضل ليا اللي انا عملت هبصي على اللي تلاقوها مشبوكه زي كده، انا عملت بالسكين. تمام، او مقطعه شرايح كده زي ما انتوا شايفينه كده، واروح بقى احط على النار. وادي بعد كده عملنا البصلة، طبعا حمرناها زي ما انتوا شفتوها وصفيتها من الزيت، ومعايا طبق صغير مصفى، وحطيت طبق تحتيه عشان ينزل الزيت، بس عشان الزيت ما يخلوش طري. انا عاوزه البصل يبقى مجرمش معانا بتاع الكشري، وهو ما شاء الله بيجي مجرمش برضو. وادي بعد كده هعمل معاكم الضجة بتاعت الكشري اللي هي توم ادي وحبة التومه زيت، ونحوشهم مع بعض كده على النار ونقلب كده. اهم حاجة تخلي بالكم عشان التومة ما تتحركش كده وتدي طعم غريب. طبعا ومجهزة زي ما قلنا كده الخل. طبعا اول ما هلاقي التومة حمرت هبتدي احط الخل وهو على النار عشان تشم الريحة من اخر الدنيا. تمام، وادي البصلة بصي مجرمشة جرمشة، هبص واحدة واحدة. طبعا ان لما منتج الفيديو انا كنت والله سمعتكم صوت الجرمشة تحت البصل، يعني مجرمش، بصوا مجرمش جرمشة ما شاء الله، ومحمر كده اللون الدهبي ولا محروق ولا اي حاجة، مدي اللون الذهبي. وايه التاني بقى الخطوة الاخيرة معانا اللي هي الضجة، اللي بالصلصة. دي صلصة خدتها وحطيت عليها حبة شطة، وادي هنا في الدجة خلاص حمرت وحطيت عليها بس الخل، وادي البصل. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وكده خلاص انا بقى هستنى الضجة اللي هي اللي بالشطة اللي بالصلصة لما تتسبك خالص، وهتشوفوها معانا. ودي برضو بنسيبها على النار، اللي هو اللي بالخل برضو، الضجة اللي بالخل والتومة برضو بديها تغلي خالص كده. وادي كده بقى خلصنا خالص معانا الكشري وحطيته في الارض، وادينا هغرف معاكم الطبق الكشري بتاعنا الجميل. وادي خلصنا المكرونه وخلصنا البصل، ودي بقى الضجه بتاعت الشطه انا حطيتها في البوله الصغيره دي. وادي دي الضجه بتاعت الخل التومه. تمام، عشان يبقى كل حاجة قدامكم خطوة بخطوة. وادي العدس ابو جبة، وادي الحمص، وادي اول حاجة كده حطيت نوعين المكرونة اللي معانا. وادي من على الوش كده اول حاجة حطيت الشعرية، ادي الشعرية. بعد الشعرية طبعا هحط العدس ابو جبة، يا ريحته بقى يا جماله.
وادي الحمص برضو ما شاء الله. الصراحة يعني كان كشر جميل جدا جدا. هو الكشر ده الطريقة اللي أنا بعملها، مش بحب أحط الطلبات كلها على بعض، لا أنا بحب أعمل كل حاجة لوحدها. عادي نوسخ مواعين ونغسل، واحنا لازمتنا لازم نوسخ. اه وبعد كده اديني بقى حطيت الضجة، وبعد كده حطيت الصلصة اللي هي الضجة الشتة وكده طبعا. وادي الطبق معانا الجميل. واخر حاجة واخر خطوة اللي هي الصلصة. بص الصلصة حمرا ازاي وجميلة وكان طعمها حلو. وادي هحط تاني برضو حبة بصل. وادي كده طبعا الطبق بتاعنا. ويا رب كده يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش طبعا في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا ما شاء الله ما شاء الله على الطبق، كان جميل جدا وشكله حلو وهو روعة. يلا والسلام عليكم ورحمة